سامعين الصوت ده احلى صوت بالنسبه لي في الحياه الصبح. الصوت ده اللي بيخليني كده افوق واصحى كده معاهم لليوم. المهم النهارده هنعمل مع بعض وصفه للايس كوفي تحفه. انسوا بقى اي ايس كوفي عملناه قبل كده مع بعض. الوصفه دي حلوه قد ايه، هتسهل عليكم وهتبقى سريعه وتحفه. اول حاجه بنجيب علبه او اي حاجه يعني غويطه كده، نحط فيها المقدار متساوي، سكر قد النسكافيه قد الميه. يعني انا استخدمت ربع وربع وربع، ربع كوبايه نسكافيه، ربع كوبايه سكر وميه، وربع كوبايه ميه. ممكن تقللوا السكر شويه. وابتدي بقى بالمصفى، تمام، اقعد اضرب فيه بالشكل ده. عملت معاكم قبل كده الحركه دي بتاعه المصفى دي وعملنا فوم كان فظيع. هنرجع برضو نعملها، بس هنحط بقى العلبه دي جوه الفريزر. لو عايزين هنقعد نضرب، هقولكوا لو عايزين ايه، هنقعد نضرب فيها كويس قوي كتير لحد ما تبقى كريمي بالشكل ده. ممكن تفتحوها اكتر من كده او تستكفوا زي ما انا وقفت ضرب لحد كده. هغطيها كويس واحطها في الفريزر. بقول لكم لو عايزين ايه، لو عايزين ده كده يبقى ايس كريم موكا، يعني مفيش بقى مشكله، ده كده ايس كريم على طول. لو عايزين بقى تضيفوه على حاجه، عايزين تاكلوه مع حاجه، ده ايس كريم كده. تمام. تمام. الوصفتين دي وصفتين في وصفه. بعد ما دخلته الفريزر تاني يوم، تمام، تاني يوم خلاص بقى، خلاص اتجمد شويه وبقى عندي تمام، هو ده اللي انا عايزاه. يبقى اي حاجه هتشربوا فيها نحط فيها التلج، نحط فيها معلقه كبيره بقى من الايس كريم النسكافيه اللي احنا عملناه ده. يا جماعه رهيب، ينفع سخن ينفع ساقع، تحفه يا جماعه بجد. احلى ايس كوفي انا عملته لحد دلوقتي معاكم بجد. بالنسبه لي سريع جدا بقى، احنا المدارس راجعه، بصوا في ثانيه هطلعي من الفريزر تاخدي معلقه على اللبن انت كده خلاص. وينفع زي ما قلت لكم سخن. ازاي سخن؟ ناخد معلقه على اللبن السخن ونقلب، بس كده خلاص، هو كده بقى نسكافيه سخن، لاتيه بقى اي حاجه شغال يعني. هنا لو عايزينه ساقع بنضيف التلج وبنضيف معلقه كده من النسكافيه وبنضيف كمان اللبن الساقع. ده لو عايزينه ايس كوفي، وهو كان خطير خطير. لازم تجربوه الناس اللي بتحب القهوه وبتحب الايس كوفي الصبح يا جماعه، يعني مش قادره اقول لكم، كان رهيب، عظمه عظمه. جربوه هيعجبكم جدا انا متاكده. اكتبوا لي جربتوه ولا لا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.